السلام عليكم ورحمة الله. معاكم أحمد، وإن شاء الله هتكلم في الفيديو ده عن إزاي تحل مشكلة الغلاء اللي معظم الناس بيشتكوا منها في مصر بالذات، خاصة يعني في مصر. طبعا احنا صحينا النهاردة بنبص لقينا الدولار. تعال نشوف سعره كده مقابل الجنيه. لقينا الدولار طبعا غلا. الدولار بقى ب26.45 قرش، ولسه هيبقى فيه ازدياد كمان وهيبقى فيه تضخم اكتر. وده طبعا كلام اقتصاديين وبيقولوا لنا يعني الكلام ده انه هيبقى فيه تضخم اكتر والدنيا هتغلى جدا جدا جدا. طيب ازاي انت تحل المشكلة ديت؟ انا النهاردة ان شاء الله اقولك على 3 حاجات ممكن تحل بيهم المشكلة ديت، وازاي تشتغل اونلاين وكمان تكسب بالدولار. تمام، يعني الربح بتاعك هيبقى مضمون 100%. دي اول حاجة. تاني حاجة هتكسب بالدولار، يعني سواء الجنيه نزل او رفع دي مش هتبقى مشكلة بالنسبة لك نهائي. تمام، عشان لو الجنيه طلع الجنيه نزل انت مش هتبقى مقيد بالجنيه، انت هتكسب بالدولار. تمام، دي اول حاجة. تاني حاجة، طيب احنا هنشرح ايه في الفيديو النهاردة؟ انت طبعا قدامك 3 حاجات عشان تحل المشكلة دي، او انا هشرح لك 3 حاجات عشان تحل المشكلة دي. اولا، في حاجة اسمها فريلانسر. الفريلانسر ده انت ممكن انت بتتعلم حاجة او بيبقى عندك مهارة معينة وبتقدمها للناس كخدمة. طبعا بتاخد مقابل الخدمة دي مقابل فلوس. طيب حاجات مثلا زي ايه؟ انت ممكن تكون مثلا متعلم برمجة، انت ممكن تكون مصمم، انت ممكن تكون كاتب، بتكتب محتوى او ايا كانت الكتابة ايه. اي خدمة انت ممكن تقدمها اونلاين، انت في مواقع مخصصة للحاجات ديت انت ممكن تكسب منها مقابل انك تقدم الخدمة بتاعتك. طيب المواقع دي مثلا زي ايه؟ في مواقع طبعا عربية وفي مواقع اجنبية. المواقع العربية مثلا هنا اول موقع معانا ده اسمه خمسات. انت ممكن طبعا تكتب اسم خمسات على جوجل هيظهر لك. طبعا الكلام ده على الموبايل او على لو عندك مثلا كمبيوتر او لابتوب مفيش اي مشكلة. وكمان ده متاح له تطبيق على الموبايل، تقدر تحمله من على جوجل بلاي لو عايز تفهم الدنيا ماشية ازاي فيه. او ممكن تدخل على الموقع على طول وتعمل حساب جديد وتشوف الدنيا ماشية ازاي. طبعا دي الخدمات اللي انت ممكن تقدر تعملها على الموقع. انت مثلا شاطر في الاعمال، شاطر في البرمجة، شاطر في التسويق، شاطر في التدريب، الكتابة والترجمة، الصوتيات، التصميم، تصميم الفيديو، اي حاجة انت بتقدر تعملها ممكن تقدمها كخدمة وتكسب منها فلوس. ده طبعا اول موقع معانا. لو عايزين طبعا الشرح بالتفصيل للموقع نفسه انا ما عنديش مشكلة، اكتبولي بس في الكومنتات تحت وانا هعمل كل حاجة بالتفصيل بإذن الله. طبعا دي خدمات مثلا زي الاعمال، بيديلك مثال اهو. ده حد مثلا بيكتب دراسة جدوى احترافية لمشروع. آه، هنا مثلا بيقدم الخدمة ب50 دولار. ده واحد تاني بيقدم الخدمة ب45، واحد تالت بيقدم الخدمة ب30. ده واحد بيقدم الخدمة ب5 دولار. وطبعا كل ما العميل يقولك أنا عايز خدمات أكتر، طبعا أنت بتزود في السعر بتاعك. في هنا مثلا خدمات البرمجة والتطوير. هنا مثلا بيقدم من أول 5، دي حاجات بتبدأ هو بيقدمها من أول 5 دولار. يعني العميل ممكن يطلب حاجة واتنين وتلاتة في نفس المشروع اللي هو عايزه، فأنت بتقدم له الخدمة ديت. أنت بتقدر الخدمة دي بكام وبتحسبها وبتقول له السعر بتاعك. تمام. دي مثلا خدمات زي التسويق، سواء انت مثلا بتعرف تسوق، انت مثلا بتعرف تعمل اعلانات ممولة سواء على اليوتيوب او على الفيسبوك او على جوجل ايا كانت المنصة. طبعا التسويق مجالاته كتير. لو انت عايز تتعلم الحاجات دي برضه هقولك تعمل ايه. في مثلا حاجات تانية زي خدمات تدريب عن بعد. دي مثلا انت ممكن تعلم الناس انت الحاجة اللي انت بتعرف تعملها. تمام، ودي برضه هقولك ممكن تقدمها ازاي كخدمة هنا، وهقولك تعمل ايه كمان في نفس الفيديو ده. هقولك ان شاء الله قدام هقولك ازاي تعمل ايه، هقولك تعمل ايه بالظبط. دي طبعا خدمات التصميم والفيديو. هنا لو انت بتعرف تعمل موشن جرافيك مثلا، ممكن تعرف تعمل حد مثلا طالب فيديو اعلان،
لمنتج معين. هنا مثلا فيديو موشن، برضو هنا موشن جرافيك. طبعا ايا كانت الخدمة اللي انت هتقدمها، ممكن مثلا حد مثلا عايز يعمل تعديل على فيديو، انت ممكن تقدم الخدمة دي، مفيش اي مشكلة. دي طبعا خدمات التصميم، سواء تصميم صورة، تصميم لوجو، تصميم ايا كان التصميم اللي انت بتعرف تعمله. دي طبعا خدمات صوتية. في مثلا اللي هم مثلا بيقدموا اللي هم الفويس اوفر، دي هي الخاصة بيها. في مثلا هنا ده بيقدم تعليق صوتي باللغة العربية واللغة الإنجليزية. طبعا انت لو بتعرف انجليزي كمان هتدخل في المواقع اللي هي بالانجليزي، وهتكون نسبة ربحك اعلى بكتير من انك تكون بتعرف عربي بس، لانك هتتعامل مع دول عالم كتير. الفيديو ده ممكن يطول شوية بس هتستفيد، وكمله للآخر. تمام. دي برضو خدمات كتابة وترجمة، لو انت بتعرف تكتب مقالات مثلا، اي حاجة انت بتعرف تكتبها. هنا ده بيقولك بينسق البحوث العلمية والفهرسة بتاعتها. ده هنا ترجمة، سواء مثلا انت بتعرف تتكلم انجليزي، بتعرف تتكلم الماني، بتعرف تتكلم اسباني، ايا كانت اللغة انت ممكن تقدم برضو خدمات الترجمة، سواء على فيديو، سواء رسائل، سواء مقالات، ايا كان انت بتعرف ايه تعمل، ايه انت هتقدر تقدمه بإذن الله، وهتقدر تكسب منه فلوس كتير جدا. بس اهم حاجة ما تستعجلش في الاول، دي نصيحة انا بنصحها لك. تمام. ايه تاني؟ ده طبعا موقع اسمه خمسات. في موقع تاني برضو اسمه مستقل. انت هنا بتدخل برضو بتعمل حساب جديد. تمام. وهنا مثلا بتنزل تحت شوية، هنا مثلا ممكن تدخل على تصفح المشاريع. دي طبعا المشاريع اللي هي مقدمة من اللي الناس عايزين يعملوها. يعني هنا مثلا بيقولك في واحد هنا عايز يفعل قناة اليوتيوب بتاعته، ده نازل من 18 دقيقة بس. ده انت لو بتعرف تفعل قنوات اليوتيوب هتعملها على طول، هتخش تقدم في المشروع، ولو هو وافق عليك انت بتقدم له الخدمة، وبيديلك مقابلها الفلوس اللي انت طلبتها. هنا ده مدير حملات اعلانية، لو انت مثلا هنا كاتب التفاصيل اهو. هنا مثلا تصميم شبكة ري مع حسابات الاحمال الدقيقة. ده طبعا مهندس زراعي، اي حاجة انت بتعرف تقدمها تقدر تقدمها من خلال الموقع. تمام. دي كمان ناس طالبة، يعني مش واحد بيقول انا بعرف اعمل كذا وعايز حد، لو حد محتاج يعني، لا ده كمان دي ناس طالبة مشاريع كتير. انت بقى ممكن تتصفح في المجال اللي انت عايزه من هنا كمان. هنا في اعمال وخدمات استشارية، في هنا تطوير المواقع والبرمجة، في الحاجات دي كلها. طبعا هنا لو عايز تحدد مثلا مدة التسليم، اللي هي اقل من اسبوع، اللي هي اسبوعين، ايا كانت بقى، انت بتكتشف الموقع مع نفسك كده. وان شاء الله هعمل لموقع شرح بالتفصيل، لو انت حابب تتعلم اكتر وحابب تفهم الدنيا اكتر، عشان ما يبقاش فيه عقبات قدامك بإذن الله. طبعا في مواقع بقى عالمية مثلا زي موقع ابورك، ده مشهور جدا. لو انت بقى بتعرف تتكلم انجليزي شوية، يعني مش شرط انك بتعرف تتكلم كويس قوي، لا مش شرط. هنا في خدمات الديفلوبمنت والاي تي، اللي هي خدمات البرمجة. هنا الماركتينج والسيلز. هنا بقى في خدمات كتير، في الديزاين، في الترجمة والكتابة، في حاجات كتير، يعني انت ممكن تتصفح وتشوف الدنيا ماشية ازاي في الموقع. انا بديلك الخلاصة، وانت يعني دور من بعد، يعني ما تكتفيش باللي انا هقوله لك بس. تمام. وان شاء الله هنفصل حاجات اكتر عن الموضوع ده. طيب في حاجة كمان انت ممكن تكسب منها فلوس. لو انت بقى بتحب التجارة، بتحب تسوق، بتحب الشغل التسويق عموما، انت ممكن تكسب بحاجة عن طريق التسويق بالعمولة. طيب ايه هو التسويق بالعمولة؟ التسويق بالعمولة ده هو بيبقى مثلا حد عنده منتج، وانت بتسوق له المنتج ده، وبتاخد على كل مبيع عمولة معينة. طيب في مواقع بتقدم الحاجات دي، في مواقع بتقدم الحاجات دي، موقع مثلا زي نون وامازون
وجوميا، دول اشهر 3 مواقع، وفي طبعا علي اكسبريس وعلي بابا والحاجات دي. بس انا هكلمك عن المشهورين في العالم العربي يعني اكتر. في مثلا موقع، او ممكن نكتب مثلا افيلييت نون. طبعا انت بتدخل بقى بتشوف الموقع نفسه، بتشوف الحاجات ديت وبتدخل تقدم فيه. ممكن مثلا تكتب هنا افيلييت امازون، برنامج شركاء تسويق امازون مصر اهو، ده في مصر. طبعا بتدخل تقرأ الكلام ده. لو انت طبعا لازم تعمل حساب. وطبعا هشرح الحاجات دي ان شاء الله بالتفصيل في الفيديوهات الجاية. في طبعا افيلييت موقع جوميا. ابدأ اهو، ابدأ شغل من البيت عند التسويق بالعمولة، جوميا مصر. هنا طبعا بتدخل وبتكتشف الدنيا، وبتعرف هتربح قد ايه، وبتعرف المنتجات، وبتعرف كل حاجة عن اللي الموقع بيقدمه لما تشتغل معاه يعني. تمام، ده بالنسبة للتسويق بالعمولة. طيب لو انت مثلا عايز تعرف المواقع اللي هي موجودة عندك في البلد بتاعتك، انت ممكن تعمل ايه؟ انت ممكن تكتب مواقع افلييت مثلا في مصر. هيظهر لك مواقع كتير، وهيظهر لك حاجات كتير جدا. انت ممكن تختار منها اللي انت عايزه، وتدخل وتبحث وتعرف ايه المواقع دي، وتدخل المواقع وتدخل موقع موقع، وتعرف ايه الدنيا اللي فيه، وتعرف ايه الدنيا ماشية ازاي وكده. وكمان ممكن تبحث على الفيسبوك، تكتب مثلا افيلييت، هيظهر لك مواقع كتير، وهيظهر لك جروبات كتير. انت تختار منهم اللي يعجبك واللي انت تعرف تشتغل فيه. وطبعا بتختار المنتجات اللي انت حابب تسوق لها ايا كانت ايه هي. في افيلييت كتير، مش شرط منتجات ملموسة، في حاجات ممكن تسوقها مثلا منتجات عن طريق يعني منتجات رقمية. طبعا هتكلم في الموضوع ده ان شاء الله في الفيديوهات الجاية بالتفصيل الممل، عشان برضو تبقى فاهم الدنيا ماشية ازاي. طيب ده بالنسبة للأفيلييت. في حاجة كمان انت ممكن تكسب منها فلوس، وهي مثلا لو انت متعلم حاجة معينة او عندك مهارة معينة بتعرف تعملها، انت ممكن تعلمها للناس عن طريق كورس. الكورس ده طيب هتعمله على فيديوهات. الفيديوهات هتبقى موجودة عندك. طيب مين اللي هيتفرج على الفيديوهات دي؟ انت طبعا في مواقع بتقدم الكورسات دي معروفة. حاجة مثلا زي يوديمي. بتدخل موقع يوديمي مثلا، انت سواء انت عايز تتعلم او عايز تعلم حد، انت ممكن تتعلم عن طريق يوديمي ده، او تعلم وتقدم الكورسات بتاعتك عن طريق موقع يوديمي. انا مش عارف الموقع معلق ليه. طيب موقع يوديمي ده كده فتح معانا اهو. ده مثلا موقع يوديمي. انت ممكن ايا كان، سواء مثلا انت بتعرف تعمل، بتعرف تصمم، ممكن تعمل كورس عن التصميم. بتعرف تكتب، ممكن تعمل كورس عن الكتابة. بتعرف تبرمج، انت ممكن تعمل كورس عن البرمجة. اي حاجة انت بتعرف تعملها ممكن تقدمها ككورس عن طريق الموقع ده. طبعا في هنا كورسات اهي. بيقول لك مثلا الكورس ده ب149 دولار. في هنا كورس تاني ب149 يورو او دولار، او بالعملة بتاعتك. في هنا مثلا ب179. ايا كان انت بتعرف تعمل ايه ممكن تقدمه ككورس. تمام، ان شاء الله نشرح في الفيديوهات الجاية بالتفصيل ازاي تكسب، ازاي تكسب من خلال الحاجات دي بالتفصيل بقى الممل. لو انت طبعا انا اديت لك فكرة عامة عن الحاجات ديت. وان شاء الله هتكلم عن حاجة حاجة بالتفصيل، وهتكلم عن موقع موقع بالتفصيل. لو حابب ان احنا نتكلم عن حاجة معينة، اكتب لي تحت في الكومنتات. وما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك الفيديوهات الجديدة بإذن الله. مع السلامة.